الامان، باش الاستقرار، باش الحفاظ على الوطن، على المواطن، تلبيه كيفاه يوفر لهذا ووفر لهذا. انا ما نقول لكمش انا وانا، ولكن عندي حبابي ونسمع ونشوف والله غير مقايمين وواقفين، وحتى ماشيه بالشيء اللي راه صاري في العالم، حتى ماشيه الجزائر والحمد لله برجالها، اي ماشيه امنيا ولا مدنيا عسكريا، الاداره تمشي كلش. صمنا الحمد لله بخير وعلى خير، عيدنا بخير وعلى خير، ونتبعوا في الاحداث. انا واش راح نقول لكم؟ اليقظات تاعنا ديما التحسيس، التنسيق مع الامن، اي حاجه مشبوهه، اي حاجه تضرنا وتضر البلاد حنا نبلغوا عليها ونوقفوا مع بلادنا، وان شاء الله رايحين في الطريق الصحيح. زيدوا نصبروا، خاصه باه ناكد لكم انا هذه النقطه، باش تقولوا قال شامخ وقولوا كيما تقولوا، تلقاو هضرتي انا التسويه تاعنا ماشيه. قلت لكم قبل نقولوا حنا الحمد لله اللي الخبره ماشيه وما حبستش في الظرف هذا، والحمد لله اللي كل شهر يسلكوا جماعه ناقص من الفيكتيف تاعنا، والحمد لله الناس يتدي في السكن الفئات تاعنا ويسكنوها بالصحه ولهنا. انا واش راح نزيد نقول لكم منا باش تقولوا شامخ وقاعد يكسل ويدير وحاسب روحه وصراوجه. نزيدوا نفوتوا العام هذا تاع 2026 كيما كان الحال، كيما كان الحال، اي ماشيه وحنا ونتبعوا. والهضره تاعي بعيده، الهضره تاعي مش هذا يعني نفيزيو لبعيد، نسعفوا بعضنا ونسعفوا هذه القياده والرئاسه والمسؤولين اللي نتعاملوا. 2026 هذاك فاهم فوته بالسكات، بالغمزه، بالهضره، بالعقل تاع العقل، بالفهامه، بالانتيليجونس، تمشي براسك. نفوتوا العام هذا تاع 2026 ان شاء الله، من 2027 نكونوا مشينا، وفي 2027 ان شاء الله ندخلوا في مطالب وامتيازات خلاف. كي نقول لكم انا ندخلوا يحيينا ربي من 2027 والله ندخلوا في مطالب خلاف كيما اليوم، وامتيازات، وتولي هذه التسويه وهذه 2 ملايين و700 وهذا 1400 تولي حكايه كنا نحوسوا وفتناها، وندخلوا في مطالب اخرى امتيازات خلاف. ونقول لكم ونوعدكم ويحيينا ربي وتشوفوها كيما اليوم. ولكن لازم كي نهضر غادي نسمعوا لبعضنا، ما تجيش انت تعارضني باش تعارضني، ولا تهضر فيا باش تهضر وتقول شامخ فيه وفيه، ولا تقيسني وتقذف فيا وتنشر عليا وتهضر باش تهضر وتبان، ولا تحوس معك كيفاه تجيب. الا عندك حلول ديرهم، الا ما عندكش الحلول حنمشي مع الاغلبيه وحنا وماشيين. القياده تاعنا ونتعاملوا معها على الجانب المحلي، الشيء اللي نقدروا نشوفوه حتى الساكن ولا ندي بلاصه نجيبوا فيه الخبره تمشي 10% نشوفوها الله كلشي مرسوم ربي يوفقنا ان شاء الله. كاين هنا بعض التعليقات اللي نشوفوهم هنا يفوتوا سلبيين ويهضروا ويحسبوني انا بالك ونكذب عليه. انا قادر درك ندير لك فيديو اخويا اللي قاعد تهضر في الكلام الزايد باش نخرج شويه دقيقه برك على الموضوع ونرجع. انا قادر درك ندير لك هذا الفيديو ما تزيدش تشوفني، فهمتني؟ انا ما تزيدش تشوفني، سمعتني؟ ما تزيدش تشوفني خلاص، فهمت؟ انا ما تزيدش تشوفني خلاص. وانت عندك قضيه، كنت في الجيش وحوس على حقك، تعرف لا ريجيون، تعرف الجزائر، تعرف الرئاسه، تعرف دالي ابراهيم، عندك دوسي، عندك الماتريكيل. يا خويا هز الدوسي تاعك ومشي فردي، الا كان عطاوك بصحتك. باه تجينا نقول لك انا هاي الطريق وهاي الطريقه، ماشي اذا نادم داير الوضع هذا ولا حاكم لي كيس، ولا انا شفت على كوميسيون، ولا ما عطيتكش، ولا شطبتك، ولا بيني وبينك يعني هنا. مي باش الهضره هذه الزايده الضحكه عليك مش عليا. انا قادر ندير لك الفيديو هذا ونحبس ونطفيه، واللي يحكم التنسيقيه واللي عنده طريق ويعرف تبون ويعرف القياده ويعرف ويجيب يتفضل. باش ندخلوا انت تقيس فيها بالهضره وتشوف، ما تقولش هذا والديه يتفرج وخوته وولاده وجيرانه وحبابه وتهضر في الهضره الشينه. والله الضحك غير عليك والتعليق تاعك انا والله ما نحيه ونفوتوا، فهمتني؟ انا نفوتوا في التعليق تاعك هذا، وانت هز الملف تاعك وروح الى ريجي، ولا دخلوك دخل، ولا سواوك دي، ولا كان رحت للجزائر واستقبلوك روح تفضل. ما باش تهضر الهضره اللي كنت نهضر فيها انا قبيل وتحوس تهضرها بهضره شينه، والله ما تقدر. وباش تجي زايد عليا كعسكري ومحارب وانت درت ودرت حنا ما درناش، هذه فوتها. ولا كان حقك عند شامخ ولا عند اللي في التنسيقيه حاكمينها نساها، فوتها، روح هذيك الطريق وهضر وحدك ربي يعينك. اما التعليق السلبي سواء عندي ولا في بعض الصفحات الرسميه تاع الدوله، والله الضحك غير عليك، ولا اسم تاعك والنخمه ويشوفوا فيك الناس، ميم لي زامي اللي معاك يشوفوك فعل اللقط واش قالوا، يعرفوا المستوى تاعك. باش نفوتك انا ديريكت، واللي قادر يدير يدير، اللي قادر يدير يدير. قلنا يا المناضلين احنا ونسعاو، ولا الناس كامل حنا جامي قصرنا من فئه ولا نقصنا من واحد ولا همشنا فئه وقلنا كذا وقسمناها وقلنا يدي ولا الكور الاخر يدي والكور الاخر ما يديش، وانا في الكور هذاك وقسمناها بلي كور ولا بلي كراد. والله حنا هضرناها عامه، حوسوا الانتساب والتامين والمعاش، حوسنا على هذه وربي وفقنا ودخلنا للرئاسه قلنا وتحاورنا ودفعنا الملفات والحمد لله.
وكاين اللي التنسيقيه هذه ما دارت والو، كاين اللي سكن، وكاين اللي وصل الملف تاعو، وكاين اللي تسوى، وكاين اللي طلينا عليه، وكاين اللي تعاون، وكاين اللي تسجن، وكاين اللي ينكر التنسيقيه والنضال تاع التنسيقيه والناس اللي مشات في النضال هذا وقابلت وواجهت وينكروا ما عنديش راه نقول انا. واللي قادر يدير ممكن حنا ما قدرناش، اللي قادر يدير هذا واش راه نقول لك. لهذا نهضر مع الناس العقلاء المستوى الوطني، تسمع حتى الواحد منهم كيما انا نقول لك الشيء اللي كاينه، تصبر اصبر او كلش بالمكتوب. اللي مكتبوا لك ربي السنه او تديه السنه ولي العام الجاي والعام الجاي ولي ليها وكلش بالمكتوب. هذا واش راه نقول لكم انا، واحد ما يزيد على واحد. وحنا ونسعاو ونطلبوا من ربي يوفقنا. هذا واش راه نقول لكم. نعرفوا كيف نتعاملوا مع القياده، كيفاش نوصلوا الانشغال، وكيفاش نوصلوا ل 10% غير منسوبه تولي منسوبه، ونرجعوا الملف الطبي المدني ولا العسكري الغير معترف به كيفاش يعترفوا به ونديروا 10%، او ندخلوا في مفاوضات ونروحوا بالعمر نحسبوا قال من العمر الفلاني، قال من 45 سنه ولا من 40 سنه ولا من 35 سنه فما فوق يدي المنحه وما يديش لانفاليد حتى يوصل للعمر هذاك باش يديها، نقولوا 40 ولا 35 ويديها، والباقي يدي باش يعيش ويدي التامين تاعو. نهار مرض وهو منسوب راه السبيطار كنشوفه مرض ولا وصل للعمر هذاك يدي لانفاليد تاعو. بويسك حنا التسويه تاعنا من باب الصحه، لازم توت على باب الصحه باش دير الملفات الطبيه المدنيه المرفوضه من الصحه العسكريه. تفوت كيما فات في البرلمان وطرحتها بسمع عزوار على البرلمان وقالت كل من له ملف يثبت المرض اثناء الخدمه يقدموا. يا اخي الاغلبيه دفعوا في لاكاس، دفعوا في لا ريجيون لاصحاب ال 10% غير منسوبه، اصحاب الملفات العسكريه، وانتم تعلموا بهذه ما تدفعوش عند المنسق الا في المنظمه. يا اخي على بالكم بلي راحوا لا ريجيون دفعوا. شكون هما هذوك اللي هضروا عليهم في البرلمان وصادقوا مجلس الامه وفاتوا؟ تسووا ولا ما تسووش؟ داو ودفعوا في النواحي الناحيه مستحق. بقى لنا الملف الطبي المدني خارج الخدمه، المرض غير منسوب كعسكري معترف به بالماتريكيل بالقراد، خدم مرحله من حقه للتسويه، الصحه رفضته. منين راح تجيب لك وزاره الدفاع الصوارد؟ كل ما تعطيهاش الحكومه الصوارد، منين تجيب لك وزاره الدفاع الدراهم باش انت تسلك؟ لو كان ما تمدش الحكومه لوزاره الدفاع والوزارات كامل ما عندهمش باه يمشيو، يبقى الدراهم يجيو من الحكومه. يبقى حنا الحكومه تطرح الانشغال ويفوت في البرلمان باللي الفئه هذه بقات 50,000 ولا 40,000 ولا عسكري ولا 60,000 راهي بالملفات الطبيه الغير معترف بها في وزاره في مديريه الصحه العسكريه. لازم نطلبوا المسابقه كعسكريون معترف بهم، كخدموا الماتريكيل كاين توصل فين. كيفاش نديروا لهم؟ قال كاين 50 ولا 40 فهو المبلغ المالي تاعهم باش يتسواو، يديروا لهم مسابقه في البرلمان ويفوتوا لمجلس الامه بيخصوا لهم المبلغ المالي وهما يشوفوا منين يجيبوه باش تولي وزاره الدفاع دير. وما يقول لك لا، انا نقول لك انا هنا الحكومه لو كان ما تمدش وزاره الدفاع ما تمدش بك وزاره الدفاع الصور باش تسلكك انت. وحنا نسعاو كيفاش نوصلوا للرئاسه ونوصلوا للبرلمان باش يوافقوا، ونوصلوا باش نطرحوا، ونوصلوا باش نقولوا. ولكن حنا ثاني المناضلين تاعنا اللي يسلكوا ويسكتوا ونسمعوا غير باللي ما داش ويجي يقيسنا، ونسمعوا باللي دا 10% اللي دا 10% غير منسوبه يجي يقول لنا ملي اللي تسواجها. مش انا واحد دار الفيديو قال الحمد لله هاني تريقلت، هاني دفعت في 2020 في 2022 وسلكت في 2024 ولا 25. والله ما يقول دير واحد الفيديو الا من رحم ربي. اما اللي ما داش يجي ممكن شامخ سبقلو ومن مع شامخ. هاو كيف نشوفوا حنا في بعضنا. واش راح نقول لكم؟ من حتصرف الناس اللي دات من حتصرف هي حتصحى لرواحها، ما حتى واحد تحطوا له الموس في رقبته باش يدير من حتصرف. وقلتها في الاول قبيل، واحد مقلق، واحد عنده مشكل، واحد عنده خدمه بالك في الدوله ولا في البريفي ما يحتاجهاش، راح طول هز من حتصرف راح داها ونسى الموضوع. واحد ما قالوا له دير بويسك يدير من الملف تاع من حتصرف البريافي يزيدوا صبروا. حنا ونمشيو ممكن نلقاو الباب ولا نلقاو الرئاسه كيفاش نوصلوا للانشغال نفوتوا بالك في الدوره هذه تاع ورا رمضان بالك يحطوا الملف المدني هذا ويفوت ويولي مقبول وتسلك وتروح ويبقى غير الكلام الزايد تاع قال لنا شامخ ويكذب بك تفوت في البرلمان وتشوفها كيما اليوم. بالك يفوتوهم الملفات المدنيه دوك كيف نديروا لهم؟ مدير الصحه العسكري ما تعرفاش بهم كيف نديروا لهم؟ مرفوضين خلاص نهائيا ما كانش منها. طيش راح الدوله تقول لك روح ما تسالش خلاص ما كانش منها والله ما طيشت واحد. لازم هي ثاني تفوت بطرق قانونيه. ما كان حتى واحد بويسك هذا تبون ولا الرئيس ولا المديرين المركزيين راح يبقاو في وزاره الدفاع. يا روحوا ما راحش يمدوا لك من تجيبوا، راح يبدا لك بقانون مرحله تفوت مرحله باش تبقى دائمه عندك. حنا نبقاو حنا ديما نبقاو داخلين غير في بعضنا، يهضر باش يهضر. الا عندك الحل هاتو، الا عندك حل هاتو. انا قلت لك الملف المدني مرفوض من الصحه العسكريه غير معترف به، المرض هذا غير منسوب غير معترف به، كيف نديروا؟ لازم نلقاو له الحل، لازم نلقاو له نشوفوا مع الرئيس
شوفوا مع الحكومه قال فوتوا لنا هدوه معسكر وكذا وتعبوا وما داوش وهدوا في سباب الخبره، وفي الخبره ما عرفوش يخدموا الدواسه ولا المرض ماشي مليح ولا كذا كذا، وهذا السيد عسكري وخدم كيخدم 12 سنه كيخدم 14 سنه كيفاه ما يديش، ونلقاو الحلول دي وجي في الكلام كذا حتى نلقاو الحل كيما لقينا الباب الاول. يا اخي كي جينا في بعضنا وفتنا باسم المشطوب وفتنا للرئاسه وقدمنا الانشغال وما نسينا حتى فيها هكذاك. هذه درك حنا نبقاو غير نضغطوا على بعضنا بالهضره، او قال شامخ ولا حاسب روحه ولا قال فلان وقال هات لي الحل، الا عندك الحل هاتو انا قلت لك كيف تمشي وتلقاها تمشي كيما راني نقول لك انا، ونقولوا الحمد لله اللي مازال تمشي، ونقولوا الحمد لله مازال تمشي الخبره والباب مفتوح والناس تروح وتشوف الملف تاعها، علاه نبقاو حنا نهضروا ونلقانا بعض التعليقات في بعض المنشورات ما تقدرش تقراها. حنا نصبروا. قلت لكم انا 2026 هذا اللي تسلك وتسوى بالبركه عليه في الشهور هذو اللي داو 10% واللي راح يزيد يدي يفوت في الخبره ويدير 10% بالبركه عليه. اللي دا صفر اللي دا 10 غير منسوبه حنا ونسعاو كيف نشوفوا ترجع منسوبه، واللي دا صفر حنا كذلك ونسعاو النظام متواصل حتى يدير 10%. ما تعيط عليا ما نعيط عليك، واللي قادر يدير يتفضل، وراهي تفوت مرحله تفوت للحكومه تفوت للرئاسه تفوت للبرلمان ومجلس الامه المصادقه وشحال المونطون. اي راحت هذيك تاع بكري حوالي وعلى ما اظن نورمال ما كانش، ولا درك الرقم هنا شحال عندك ديريكت بالرقم بالفصيله بالشداك اللي كاين شحال عندك عطيك المونطون تاع الصوارد ما كانش حوالي وعلى ما اظن شحال الدراهم انت شحال يخصوك باش يخصوا المبلغ المالي هذا. كاينين متقاعدين خادمين 15 سنه، كاين اللي 25 سنه خادم وفات في كاين اللي 15 سنه وكاين اللي 25 سنه وفات في الخبره الطبيه وجارك وصاحبك وبن عمك وتعرفهم وسكسي ودا صفر. كاين اللي 25 سنه وحط لانفاليد وما داش دا صفر، هيا منها ولا خليها. راني نقول لك انا روح سقسي جيرانك وحبابك الا كان تتبع في القضيه سقسي لك دا صفر. هاي يبا انا مانيش درك انا نحكي باش نحكي ولا مشتاق باش نهضر ولا باش نهضر. انا قلت لك صبر شويه الحل ويكون، انا قلت لك صبر شويه برك الحل ويكون. وطنيين انا واش راح نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وقولوا الحمد لله اللي كانت الفئه هذه ما كانش وجات الرجاله حيات القضيه ودارت هيكل وصلت انشغال القياده والقياده اعترفت واستقبلت وفتحت الباب ورانا نفوت. جاي سمعت قولوا الحمد لله. هذا واش غنقول لكم انا، قولوا الحمد لله صارت خاصه في الظرف هذا، وخاصه من 2020 وروح في وقت الكورونا ولا كريز والشيء اللي صرا في العالم وصرا والضغط وصرا حتى ماشيه. ماشي نهضر انا ولا نقول لك بويسك انا شتاك كانت في قبل 2020 في 2017 وهبط شتاك كانت تمشي وكيف كان غير معترف بالفئه وكيف في 2020 وروح كيف اعترفوا بالفئه وكيف الوضع اللي البلاد هي فيه وحنا دخلنا ودرنا بلاصتنا وفتنا. واللي كان بعيد وما على بالوش هاو يهضر درك باش يهضر او يحط ديميل ويجي للفيسبوك انت هاو تعرفوني ما نقدرش نرجع ليه ولا نقدر نرجع لورا بزاف والله بزاف. هذا واش راح نقول؟ قولوا الحمد لله والحديد قياس اي ماشيه. هذا واش راح نقول لكم. نقطه خلاف تكلمنا من قبل على يكون لقاء مع رؤساء تنسيقيات متقاعدين ولا الدفاع الذاتي ولا 18 بليسيت ولا 95 99 ان شاء الله عن قريب يكون. وهذا اللقاء الحاجه الاولى من اجل تحسين جبهه داخليه اليقظه والتحسيس نكونوا يد وحده نوقفوا مع بعضنا وعلى بلادنا. وكي نديروا الاجتماع هذا ان شاء الله يكون بيان ويمضي فيه الناس كامل ويمضي فيه المنسقين الولايين وننشروه ان شاء الله عن قريب. هذا واش راح نقول لكم. تهلاو في رواحكم التسويه تاعنا ماشيه الساكنه وماشي اللي تسوى بالبركه عليه واللي مازال او يتريقل ان شاء الله عن قريب. هذا واش راح نقول لكم انا. وتهلاو في رواحكم وعيدكم مبارك مره اخرى ونتلاقاو في ساعه خير من هذه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.